فيلم الحريفة. هنتكلم في الفيديو ده مشاهدينا الكرام وأسعد عن القصة، منهم التسويق، منهم الجزء الأول ولا الجزء الثاني، منهم ممثلين خدوا أدوار كتير، منهم ممثلين اتطورت. خليني أبدأ معاك بأول حاجة. الفيلم الجزئين نزلوا في سنة 2024، ودي حاجة يحسد عليها المؤلف. والاخبار جايالي انك فيلم كامل، كاست كامل اشتغل عليه جزء أول وتاني في سنة واحدة، فدي حاجة من الحاجات القليل لما بنشوفها في سينما مصرية. ايه اللي عجبني أكتر، الجزء الأول ولا الجزء التاني؟ دي خليها في آخر الفيديو، هضحك عليك وأقولها لك لما نخلص. بداية كده، الفيلم بيخاطب فئة عمرية معينة. انت لو كنت شفت الريل اللي انا نزلته كنت هتلاقيني قايل ان الفيلم بيخاطب فئة من 13 سنة لحد 26 سنة فيما فوق. هتلاقي الناس دي شافت العالمي، شافت افلام احمد زكي، النمر الاسود، اعتقد بنسبة 40%. زي ما قلت لك في الريل برضه مش هيعجبهم قوي. فخلينا نخش على تاني حاجة، أحييكم مشاهدينا الكرام. وهم ابطال الفيلم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب. في أبطال كتير اشتغلوا في السنة دي كتير، إذا كان في السيزون الأول أو في مسلسل 6 شهور بتاع نور النبوي ونور إيهاب، أو في فيلم الحريفة السيزون التاني. فخلينا نقول إن حصل كيمياء ما بينهم نوعا ما، طلعت نتيجة في السيزون التاني للفيلم حلوة جدا. نور النبوي من شخص ابن ممثل مشهور لممثل بيجتهد، مش شاطر قوي بس بيجتهد. تحسه في السيزون التاني او في الجزء التاني، انا اسف، بيتطور جدا عن السيزون الاول. نور ايهاب انا بحسها طالعه تمثل بحلاوتها، وحتى لو هي طالعه تمثل بحلاوتها فانا قابل جدا من وجهة نظري بصراحة، يعني لان هي تستاهل. كزبرة من الناس اللي انا اعتقد ان هو لو فضل حاجة نفسه بنفس النظام ده هيضيع. هل ده معناه ان هو كان وحش في الفيلم؟ لا اطلاقا. انا 3/4 الافيهات اللي كانت في الفيلم كانت اصلا خارجه من كزبره. اللي بتلبسه بتاعته ماليش فيه. ضحكت عليها، مش هضحك عليك، انما نفس الاسلوب ده ينفع يكرره كتير، اظن انه هيتحرق، وخصوصا في افيهات الشارع. كل الافيهات اللي بيقولها الشباب ماشي في الشارع، او الشاب اللي متربي في الشارع، ودي حاجه ما تعيبش اي حد عموما يعني. ولكن انا بتكلم عن النوعيه بتاعه الافيهات دي، افيه السوشيال ميديا او افيه الشارع، دول ما بيعيشوش لو اتقالوا كتير. فانا اتمنى ان هو يطور من نفسه اكتر ويشتغل في كذا حاجه اكتر، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. هو انت اصلا بتبص له كده ليه؟ احمد غزي، وده اللي كان واخد دور كبير قوي عن الجزء الاول، ومن وجهة نظري من شخصية دارسة بره وجت تعمل شخصية شعبية، أو خلينا نقول شخصية من الفئة المتوسطة، فهو عملها حلو قوي. خد مساحة أكبر من الجزء الأول، أبدع أكتر من الجزء الأول، تحسه اندمج في الشخصية أكتر. يعني شخصية الششتاوي دي أنا حبيتها أكتر من الجزء الأول، ويمكن هي أكتر شخصية أنا حبيتها أصلا في الفيلم، في الجزء الأول أو في الجزء التاني عموما يعني. ضيوف الشرف: أنت جبت مايكل إيوان، أحمد فهمي، وأسماء جلال، وآسر ياسين، فعلوا من نتيجة الفيلم. أعتقد من وجهة نظري أنا ما كنتش متخيل إن في حد ممكن يصدق إن مايكل إيوان يطلع في فيلم لشباب صغير. طلع، حتى لو كان زيارة يعني لمصر والكاست استغل الحتة دي، فهي حتة مميزة جدا بصراحة وعجبتني جدا. ادت طابع حلو للفيلم. انت جايب شخصية مشهورة زي مايكل اوين، فممكن تبقى تسويقية كمان احسن واحسن. اخر حاجة او من الحاجات اللي لفتت نظري جدا، ان المخرج بتاع الجزء الاول غير الجزء التاني. التسويق والاخراج اتطور جدا عن الجزء الاول، دي لا نقاش فيه. فرصة عمل بقى للشباب دي إن هما يستغلوا نجاحهم في حاجة تانية. يعني مش لازم كله كوميدي، مش لازم كله يبقى فيه إفيهات شوارع وسوشيال ميديا. كزبرة بقى، نور إيهاب، نور النبوي، أحمد غزي، فلازم يشتغلوا في حاجات تانية كتير. إن شاء الله بإذن الله نشوف ناس تكسر الدنيا.
وأخيرا الجزء التاني عجبني مش قوي. الجزء الأول عجبني جدا. هل ده إن الجزء الأول عجبني أكتر من الجزء التاني؟ بكتير. ليه؟ مش عشان حاجة، أنا أظن إن القصة كانت متشابهة في الجزئين إذا كان الأول أو التاني. أظن إن التاني أنت شفت القصة نوعا ما اتاخدت من كذا فيلم، أو أنت شفتها في كذا فيلم قبل كده، اللي هو شوية شباب بيتجمعوا وعندهم حلم بيسعوا عليه، فبيدخل ما بينهم حاجة بتفرقهم وبعدين بيرجعوا لبعض. قصة أنت شفتها كتير. إيه اللي يفرق الجزء الأول من الجزء التاني؟ إن الجزء الأول كان أول مرة أنت تشوف مجموعة شباب بيتلموا وعندهم حلم، من واحد نزل من طبقة معينة لطبقة متوسطة، فكان في ساسبنس أحسن وشكل أشيك للقصة. بس ده كانت مرجعتي للفيلم معاكو، أو وجهة نظري في الفيلم معاكو. أتمنى لو عجبكم الفيديو فتعمل لايك وتقول لي اتفرجت عليه ولا ما اتفرجتش عليه. لو اتفرجت عليه قول لي رأيك فيه، ولو ما اتفرجتش عليه وعايزني أرشحه لك، هو ياخد 7.5/10. هيسليك فيلم ممتع. أنا ما حسيتش إن أنا ملان وأنا بتفرج عليه، أو ما حسيتش بملل وأنا بتفرج عليه، فهو هيعجبك. بس كده، متنساش تقول لي رأيك في الكومنتات وتعمل لنا لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك، ده بعد إذن حضرتك يعني. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.